حد كان فاكر انا اتكلمت عن حد معين وانه المفروض ما يلعبش في النادي الاهلي بعد كاس العالم للانديه وبعد المستوى الزفت اللي عمله في كاس العالم للانديه. معلش يعني استحملوني في اللي انا اقوله، لان انا كنت عارفه من زمان واتكلمت فيه، والناس اللي متابعاني على القناه عارفين ان انا اتكلمت فيه مليون مره. وفي ناس كانت بتزعل من الكلام دوت. محمد هاني، محمد هاني سبب من اسباب يعني نكسة النادي الاهلي في اخر 3 4 سنين. انا بعتبر محمد هاني ده يعني من الاشياء او من الحاجات اللي بتوضح انه الاداره ماشيه بالحب، ماشيه بالواسطه، ماشيه اي حاجه بقى يعني. اللي هو ده تبعنا يلعب، ده يستمر. طب في لاعب اسمه ابراهيم الاسيوطي، طيب ياخد فرصه؟ لا. طب في لاعب اسمه كذا ياخد فرصه؟ لا. طب في لاعب ناشئ اسمه كذا حلو وكويس مية مية؟ لا، ما ياخدش فرصة. محمد هاني هو سبب خروج النادي الأهلي من دوري أبطال أفريقيا بكل وضوح. بسبب إيه؟ بسبب الهدف اللي جه فينا هناك، هو ده اللي خرجنا. الهدف اللي جه فينا هناك هو السبب الرئيسي اللي خرجنا من البطولة. ومحمد يعني أقسم بربي، أقسم بربي، في اللقطة اللي عملها هو في ماتش رادس لما عمل الكرة بإيده ورجعها للشناوي، أنا حسيت إن هو عامل مصيبة في اللقطة ديت.